الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا اليوم في شهوة جديدة، وصفة جديدة في قناتي وقناتكم. مرحبا بكم اليوم مع وصفة جديدة. اليوم غنديرو مريقة بالسلاوي كما كتشوفوا والبطاطا. تكون خاطرة وزوينة وبنينة. نبداو على بركة الله. بسم الله. نبداو بالعطرية. عندنا البزار، خرقوم، قزبر، حبوب، ملحه، كركم او البابريكا، سكينجبير، دجاج. كل واحد وقدرو، كل واحد وعبارو، كل واحد خيرو في دارو، كل واحد يدير اللي بغا. كيلو، جوج، ثلاثة. انا بالنسبه ليا هذه كاف يعني. جوج دروس تومه، نص كاس ديال الزيت، حبه ديال البصله تكون مقطعه هكا طريفات صغار مربعين باش تعطينا التعليكه، وكذلك التغميره تجي المريقه خاتره وبنينه. عندنا الحامض مصير والزيتون ميلونجي ما بين الاخضر والاحمر. انا كيعجبني الميلونجي بجوج، هذا كيطلق لي الحموضه ولا يطلق لي المرغ زوين. عندنا جوج سلاويات، عندنا 3 البطاطات. ونبداو على بركه الله. اول حاجه غنديروها باش تجينا المرقه زوينه وبنينه وخاتره، غنديرو دجاج ونديرو معاه الزويته كما كتشوفوا. وشنو غندير معاه؟ السر في هذه المرقه باش تجيك زوينه هو غديري المليحه، صافي المليحه فقط، مليحه. وغنديوه فوق البوطه. تشحر لينا هذا الدجاج مع هاد الزويته والمليحه، ويتقلى مزيان. مع ديك الساعه نزيدو عليه البصله واللي بقى من التوابل. دابا كما كتشوفوا الدجاج ديالنا تحمر وخدا اللون ديال الذهبي، لون زوين. دابا تقلى لينا الدجاج مزيان، غنديروا البصله. هذه طريقتي صراحه انا في المرقه، كتجيني بها زوينه وخاطره وبنينه، ما تجيش الماء معزول بوحدو والخضره بوحدها. نديرو الثومه 2 دروس اللي قلنا قبيله. سمحوا لنا على الصداع لان كاين عندنا واحد الاشغال ديال البناء. راه داكشي صغار نحركو مزيان صافي، ونخليو ديك البصيله عاوتاني تنزل وتغمر ونطلقاو من بعد. دابا كما كتشوفوا معنا الدجاج تقلى وخدا واحد اللون ذهبي زوين كما كتشوفوا. شي اللوين هكا باش تجيك المريقه زوينه صراحه. والان نخليو اللحيمه تشحر لينا على خاطرها مع ديك الزويته والمليحه باش تجي مدغمره. الان غنقيو ما تشحر لينا، غنقيو الخضيره ديالنا. بطبيعه الحال خضيره جديده وفريش وطريه كما كتشوفوا. كما كتشوفوا نقي هذا بسلاوي بهاد الشرط الخضراء احسن من انني نجرو بالموس. هكا كتشوفوا كيمشي منه كلشي بهاد الشعره. السلام عليكم، رجعنا معكم من جديد من بعد ما تسخفات لينا البصله وتسهطات وتغمرات وتبدل اللون ديالها ولا صفر. نديرو واحد التقليبه بسيطه وخفيفه. شفتوا اللون ديال البصله كي ولا معلك وزوين. شفتي هذه الطريقه صراحه ديال المرقه اللي كتجيني انا زوينه وعمليه وبنينه. دابا غنلوحو طريفات ديال الحامض بسيط، نديرو العطريه ديالنا ماشي العطريه ديال تعطر لنا الدجاج. شي اللون ديال المريقه كتبان من هنا انها مازال ما طابتش، وكتبان انها
راها مدغمره وزوينه. دابا غنديرو الربيع كما قلت لكم انا الربيع وقزبر ومعدنوسه كنكون مجمداهم في الفريغو واجدين عندي طعم ونديرهم في الكونجيلاتور. شي نهار نشارك معكم الطريقه ديالهم كيفاش كندير لهم باش كنحتفظ عليهم مده طويله. صافي دابا غنخلي هادشي شويه يدخل مع بعضياتو ونمرقو ونرجعوا مع بعضياتنا. دابا حاليا نوريكم ان حنا الخضره قطعناها بهذا الشكل. ها هي قطعتها ونقيتها وغسلتها مزيان واجده باش نرميوها مع المريقه. اذا نتقلى لينا دابا مزيان شويه ونرويو بطبيعه الحال الماء الكافي اللي غيقدنا في الطياب ديال السلاوي وديال الدجاج. غنسد عليهم واحد 10 دقائق تقريبا ولا 15 دقيقه السلاوي والدجاج يطيبوا ليا واحد نص طيبه ومن بعد عاد نرمي. انا نرمي السلاوي دابا وعاد نرجع نرمي البطاطا من بعد ملي يطيبوا ليا السلاوي والدجاج. سمحوا لينا على الازعاج لان بنتي صغيره كما قلت لكم في كل فيديو كنفكركم وكنذكركم ان بنتي صغيره ما عنديش كيفاش ندير معاها وانا يلا مبتدئه في اليوتيوب. يلا كنكتشف حوايج جديده وطريقه تصوير جديده وهذا قبلوا عليا وسمحوا لي. هذه هي ظروفي ما عنديش بنيه صغيره ما يمكنش كيفاش ندير لها باش تسكت ولا باش ما تديرونجمونش. السلاوي كامل ونسد عليها طيب كما قلت لكم واحد 15 دقيقه تقريبا ونرجعوا نتلاقاو باش نوريكم الشكل كيفاش السلاوي دخلوا طيبوا. دابا كما كتشوفوا الدجاج ديالنا تحمر وخدا اللون ديال الذهبي لون زوين. دابا تقلى لينا الدجاج مزيان غنديروا البصله. هذه طريقتي صراحه انا في المرقه كتجيني بها زوينه وخاطره وزوينه ما تجيش الماء معزول بوحدو الخضره بوحدها. نديروا الثومه 2 دروس اللي قلنا قبيله. سمحوا لينا على الصداع لان كاين عندنا واحد الاشغال ديال البناء راه الشباب الصداع نحركو مزيان صافي ونخليو ديك البصيله عاوتاني تنزل وتغمر ونتلاقاو من بعد. دابا كما كتشوفوا معنا الدجاج تقلى وخدا واحد اللون ذهبي زوين كما كتشوفوا. ها شي اللوين هكا باش تجيك المريقه زوينه صراحه. والان نخليو اللحيمه تشحر لينا على خاطرها مع ديك الزويته والمليحه باش تجي مدغمره. الان غنقيو ما تشحر لينا غنقيو الخضيره ديالنا بطبيعه الحال خضيره جديده وفريش وطريه كما كتشوفوا. كما كتشوفوا نقي هذا بسلاوي بهاد الشرط الخضراء احسن من انني نجرو بالموس. هكا كتشوفوا كيمشي منه كلشي بهاد الشعره. السلام عليكم، رجعنا معكم من جديد من بعد ما تسخفات لينا البصله وتسهطات وتغمرات وتبدل اللون ديالها ولا صفر. نديرو واحد التقليبه بسيطه وخفيفه. شفتوا اللون ديال البصله كيولى معلك وزوين. شفتي هذه الطريقه صراحه ديال المرقه اللي كتجيني انا زوينه وعمليه وبنينه. دابا غنلوحو الطريفات ديال الحامض بسيط نديرو العطريه ديالنا داكشي العطريه ديال تعطر لنا الدجاج. شي اللون ديال المريقه كتبان من هنا انها مازال ما طابتش وكتبان انها
راها مدغمره وزوينه. دابا غنديرو الربيع كما قلت لكم انا الربيع وقزبر ومعدنوس كنكون مجمداهم في الفريغو واجدين عندي طعم ونديرهم في الكونجيلاتور. شي نهار نشارك معكم الطريقه ديالهم كيفاش كندير لهم باش كنحتفظ عليهم مده طويله. صافي دابا غنخلي هادشي شويه يدخل مع بعضياتو ونمرقو ونرجعوا مع بعضياتنا. دابا حاليا نوريكم ان حنا الخضره قطعناها بهذا الشكل. ها هي قطعتها ونقيتها وغسلتها مزيان واجده باش نرميوها مع المريقه. اذا نتقلى لينا دابا مزيان شويه ونرويو بطبيعه الحال الماء الكافي اللي غيخدمنا في الطياب ديال السلاوي وديال الدجاج. غنسد عليهم واحد 10 دقائق تقريبا ولا 15 دقيقه السلاوي والدجاج يطيبوا ليا واحد نص طيبه، ومن بعد عاد نرمي. انا نرمي السلاوي دابا وعاد نرجع نرمي البطاطا من بعد ملي يطيبوا ليا السلاوي والدجاج. سمحوا لينا على الازعاج لان بنتي صغيره كما قلت لكم في كل فيديو كنفكركم وكنذكركم ان بنتي صغيره ما عنديش كيفاش ندير معاها، وانا يلا مبتدئه في اليوتيوب يلا كنكتشف حوايج جديده وطريقه تصوير جديده وهذا. قبلوا عليا وسمحوا لي، هذه هي ظروفي. ما عنديش بنيه صغيره ما يمكنش كيفاش ندير لها باش تسكت ولا باش ما تديرونجمونش. السلاوي كامل ونسد عليها طيب كما قلت لكم واحد 15 دقيقه تقريبا ونرجعوا نتلاقاو باش نوريكم الشكل كيفاش السلاوي دخلوا طيبوا